الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فلا يزال النقاش حول حديث الغدير محتدما بين أهل السنة والشيعة الإمامية حول المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهل المراد به هو المحبة أو الخلافة وولاية الأمر وكثرة الردود المؤلفات بين الفريقين؟ فهذا يأتي بشواهد على نصرة مراده أو ما يذهب إليه، والآخر كذلك، والقرائن كثيرة، ولن سنتطرق إلى كل القرائن التي جاء بها علماء أهل السنة على أن المراد بالولاية هنا هي المحبة وليست الإمامة والخلافة وولاية الأمر. القرائن كثيرة، لكني سأورد في هذا الموضوع شاهدا قائما على تقريرات الإمامية بكون المراد بالولاية هي المحبة دون الخلافة، وأحسبه أنا عبد الملك الشافعي على حد علم القاصر جديدا في بابه، فأسأل الله تعالى السداد والقبول، وأسأل الله تعالى أن يوفقني في بيان المعنى المراد، ولعله تعالى يكون سببا في تنبيه الغافلين لهذا الأمر المهم جدا والقرينة القوية، لأني أخرجتها من بطون مصادر الإمامية من تقريرات علمائهم ومن مروياتهم. لم آتي بكلمة خارج منظومة التشيع الإمامي. 3 مطالب سنتطرق إليها بالتدريج بالتتابع. سنخرج بنتيجة من هذه المطالب ال3 أن الولاية في حديث الغدير هي المحبة والنصرة. المطلب الأول، انتبهوا يا شيعة، إن الذي تم تبليغه في الغدير هو ركن من أركان الإسلام، هذا أنتم قررتموه. روى الكليني في كتابه الكافي المجلد الثاني باب دعائم الإسلام صفحة 18 عدة روايات تؤكد على أن الولاية التي تم تبليغها في الغدير هي من الأركان ال5 التي بني عليها الإسلام. انتبهوا يا شيعة، الركن الولاية التي قال من كنت مولاه أبلغها في الغدير هي من الأركان التي بني عليه الإسلام. نأتي إلى الرواية عن أبان عن فضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير. انتبهوا يا شيعة، ولم ينادى بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير، أي الركن الإسلامي ال5 مع الصلاة والزكاة والصوم والحج، الولاية التي بلغت في الغدير من أركان الإسلام ال5. ثانيا، الرواية الثانية عن أبي جعفر عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وين نودي؟ نودي في الغدير. الرواية الثانية تفسرها الرواية الأولى أن الركن الإسلامي ال5 الذي تم تبليغه بالغدير هي الولاية التي تم تبليغها بالغدير، هي الركن الإسلامي ال5. نأتي إلى المطلب الثاني، إن الولاية بمعنى الإمامة وولاية الأمر التي تسطرونها يا شيعة وتستميتون في إثباتها. انتبهوا على هذه الولاية والإمامة، إن الولاية بمعنى الإمامة وولاية الأمر ليست من أركان الإسلام، إذ لا يكفر منكرها عندكم بل يبقى مسلما، وهذه الحقيقة قد قررها مراجع التشيع الإمامي، ومنهم قال آيتهم العظمى محسن الأمين في كتابه الشيعة بين الحقائق والأوهام صفحة 123: أما ما يلزم الاعتقاد به ولكن فقده لا يخل بالإسلام. انتبهوا يا شيعة، فقده لا يخل بالإسلام أي ليست من أركان الإسلام، فالعدل والإمامة. وقال في كتابه الشيعة في مسارهم التاريخي صفحة 363 قال: ومن أنكر إمامة الأئمة ال12 لا يخرج بذلك عن الإسلام، أي إن الإمامة ليست من أركان الإسلام ما دام منكرها باقي في دائرة الإسلام ولم يخرج منه. يقول آيتهم العظمى الخميني في كتابه الطهارة المجلد الثالث صفحة 325: نعم، هي من أصول المذهب على الإمامة، ومنكرها خارج عنه لا عن الإسلام، خارج عن مذهب التشيع لكن باقي في دائرة الإسلام. وقال آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي: ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم الولاية، أي لا يخرجون من دائرة الإسلام بإنكار الولاية بمعنى الإمامة. وأخيرا يقول آيتهم العظمى جعفر السبحاني في كتابه رسائل ومقالات المجلد الأول صفحة 138: إن الإمامة عند الشيعة من الأصول، ولكن إنكارها لا يلازم الخروج عن الإسلام بل يوجب الخروج عن حظيرة التشيع. إذن يا شيعة، الولاية التي تم تبليغها في الغدير كانت من أركان الإسلام ال5، أي أن منكرها يخرج من دائرة الإسلام. والإمامة هنا يقولون من أنكرها لا يخرج من دائرة الإسلام، يبقى في دائرة الإسلام لكنه يخرج من حظيرة التشيع، أي أن الولاية في الغدير ليست هي الإمامة هنا، لأنها
من الأركان، وهذه الإمامة هنا ليست من أركان الإسلام. طيب ما هي الولاية التي هي من أركان الإسلام والتي تم تبليغها بالغدير والتي ينكرها يخرج من دائرة الإسلام؟ هي الولاية بمعنى المحبة من أركان، لأنها من أركان الإسلام، لحكمهم على مبغض الأئمة بالكفر والنجاسة. وهذه الحقيقة قد أثبتها علماء الإمامية بكل صراحة، إذ حكموا على الخوارج والنواصب بالكفر والنجاسة، معللين ذلك بإنكارهم ولاية الأئمة بمعنى محبتهم وليس إمامتهم. منكر الإمامة باقي في دائرة الإسلام، لكن منكر المحبة ومبغض الأئمة يخرج من دائرة الإسلام ويحكم عليه بالكفر والنجاسة. قال مرجعهم أبو القاسم الخوي في كتابه الطهارة مجلد الثاني صفحة 75-76: وهم الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية ويزيد، ولا شبهة في نجاستهم وكفرهم، ولا شبهة في نجاستهم وكفرهم، لأن مجرد نصب العداوة وإعلانها على أئمة الهدى كاف في الحكم بكفره ونجاسته. صارت المحبة هنا من أركان الإسلام، للذي يخالفها ويبغض الأئمة يخرج من دائرة الإسلام. ثانيا يقول مرجعهم محمد الصدر في كتابه ما وراء الفقه الجزء 9 صفحة 301: قال الناصبي هو من نصب العداوة لأهل البيت المطهرين سلام الله عليهم أجمعين، وهو ممن يفتي المشهور بنجاسته كالكافر، باعتبار أن موقفه هذا يخرجه عن الإسلام. موقفه ما هو؟ البغض ومخالفته للمحبة وليس مخالفته للإمامة. يقول ثالثا يقول مرجعهم علي السيستاني في كتابه المسائل المنتخبة صفحة 81: ومنهم النواصب وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام ولا إشكال في نجاستهم. وأخيرا يقول مرجعهم محمد العراقي في كتابه الطهارة المجلد الأول صفحة 520: قال وأما نواصبهم وخوارجهم فلا إشكال في كفرهم بالكفر المقابل للإسلام بالمعنى الأعم ونجاستهم، وعلة ذلك أنهم منكرون للضروري وهو محبة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. فالفرق بينهم وبين مطلق العامة أنهم منكرون للخلافة مع قبولهم للمحبة. هؤلاء العامة مطلق المسلمين ينكرون الخلافة ويقبلون المحبة، وهؤلاء أي النواصب والخوارج وهؤلاء مع إنكارهم الولاية والخلافة اتصفوا بالبغض والعداوة. لذلك حكم على النواصب والخوارج بالكفر والنجاسة، وحكموا بالإسلام لكل أهل القبلة الذين أنكروا الإمامة. فإنكار الإمامة لا يخرج من الإسلام، وإنكار المحبة وإعلان البغض هو الذي يخرج من دائرة الإسلام. فما الذي نخرج به بالنتيجة من هذه المطالب الثلاث؟ ما الذي سنخرج به؟ اسمعوا يا شيعة، سنخرج بنتيجة منطقية مقنعة جدا مفادها: أولا إن الولاية التي تم تبليغها في الغدير كانت من الأركان الخمسة التي بني عليه الإسلام كما سردنا في رواية الكافي في المطلب الأول. ثانيا لا يمكن حمل هذه الولاية على معنى الخلافة وولاية الأمر، لأنها ليست من أركان الإسلام ما دام منكرها عندكم مسلم طاهر كما قررتموه في المطلب الثاني. ثالثا وأخيرا لا بد من حملها على معنى وجوب محبتهم وتحريم بغضهم لعدهم لها من أركان الإسلام، إذ حكموا على منكرها بالكفر والنجاسة كما قرروه في المطلب الثالث بكفر ونجاسة الخوارج والنواصب. فهل هناك مخرج يا شيعة؟ هذه كتبكم تشهد عليكم، هذه تقريرات علماءكم تقول أن الذي تم تبليغه في الغدير من أركان الإسلام، والذي ينكر هذه الولاية التي تم تبليغها في الغدير يخرج من دائرة الإسلام. ثم ادخلوا معنا في نقاش، حكموا عقولكم، ارجعوا للتقريرات. ما هي الولاية التي يخرج منكرها عن الإسلام؟ الإمامة؟ لا، قالوا يبقى في دائرة الإسلام ويخرج من حضرة التشيع، فلم تبقى إلا الولاية بمعنى المحبة، ولأجلها حكمتم على الخوارج والنواصب بالكفر والنجاسة. فلا محيص من حمل حتى تتلائم وتلتزم وتجتمع هذه الأصول والتقريرات ولا تقعون في التناقض أن تقولوا أن الولاية التي تم تبليغها في غديركم هي ولاية المحبة وليست الإمامة وولاية الأمر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.